أصعب وجع الطفل بيعيشه مش الفقر ولا الجوع ولا التعب، أصعب وجع حقيقي الطفل بيعيشه البيت اللي المفروض يكون سنده وأمانه يبقى سجنه. لما الكلمة اللي المفروض الطفل يسمعها أنا بحبك أو أنا فخور بيك يسمع حاجة عكس كده تماما، أنت فاشل، أنت ما بتعرفش تعمل حاجة. ممكن تكون كلمة صغيرة جدا كسرت قلبهم من جوه. في أطفال يا جماعة مش بيعيطوا من الضرب، دول بيعيطوا من نظرة احتقار في عين باباهم أو كلمة كسرت قلبهم من أمهم. القسوة في التربية عمرها ما كانت بتعلم. القسوة في التربية ما بتعملش حاجة غير إنها بتهد الروح. هحكي لكم قصة حقيقية أو واقعية حصلت قدامنا نشوف من خلالها القسوة بتعلم وبتربي الطفل ولا بتجيب معاه نتيجة عكسية. وليد كان طفل صغير كل حلمه واللي بيتمناه من الدنيا إن هو يسمع من باباه كلمة واحدة بس وهي أنا فخور بيه. بس للأسف باباه كان دايما شايفه قليل، كل ما يغلط يتشتم وكل ما يقع يتضرب، وكل ما يحاول إن هو ينجح في حاجة أو يعمل حاجة كويسة يقول له ده مش كفاية. وليد كبر واتربى في البيئة ديت لحد ما اتخرج من الجامعة وكمان اشتغل وكمان اتجوز وخلف أطفال، بس في حتة دايما كانت جواه إنه طفل مكسور. طبعا في الحياة اللي هو عاشها ديت كان في وقت من الأوقات فارق والده، ففي يوم من الأيام بيزوره في قبره فضل يعيط قدام قبره ويقول له يا بابا أنا ما كنتش محتاج منك لا فلوسك ولا اللي صرفته عليا، ولا كنت محتاج ده قد ما أنا محتاج منك كلمة حنينة أو إنك تشجعني على أي حاجة كنت بحاول أعملها. كنت محتاج منك حاجة واحدة بس كانت هتفرق معايا كتير جدا في حياتي، وهو إنك تحضني طبطب عليا. كان بيعيط وبيكلم باباه في الحاجات اللي هو معرفش يقولها وهو عايش معاه. بس دلوقتي للأسف فات الأوان. دي كانت قصة وليد، وللأسف مش قصة وليد بس، ده قصة ناس كتير جدا عايشين في المشكلة دي وللأسف ما بيطلعوش اللي جواهم لباباهم أو لمامتهم. طيب ممكن تقول لي إيه المشكلات اللي إحنا نقدر نحللها من قصة وليد أو اللي بيعيش في نفس التجربة زيه؟ أول مشكلة نقدر نحللها وهو إن التربية بالقسوة ضعف عمرها ما كانت قوة. لما بتضرب ابنك أو بتهينه أنت عمرك ما بتربيه، أنت كده بتكسر قلبه. عشان الطفل اللي بيتعامل بقسوة ممكن يسكت بس عمره ما بينسى. القسوة بتفضل دايما سايبة علامة جواه حتى لو وصل إن هو نجح أو حقق حاجات في حياته. القسوة بتفضل دايما ركن على جنب كده جوه قلبه طول حياته، وبتتحول أحيانا مع بعض الشخصيات لعقد ونقص. طيب إيه أثر قسوة الأب والأم على الطفل في حياته؟ أول حاجة القسوة بتعملها في تربية الأبناء إنه مهما كان بيحبك وبيبين لك ده في جواه حتة كراهية ليك. الحاجة التانية إنه بيخلي الطفل عمره ما هيكون واثق في نفسه، حتى لو أظهر دوت وبين دوت بشكل ما في حتة عنده مكسورة. الحاجة التالتة اللي بتعملها إنه بتخليه يتحول لقاسي من التجربة اللي عاشها أو شافها مع باباه ومامته، وممكن ينقل التجربة ديت سواء لأبنائه أو للأطفال أو الناس الصغيرة اللي بيتعامل معاها. أصعب وأوحش حاجة بتحصل من أثر القسوة على الأطفال والأبناء إنها ما بتبنيش مصداقية ما بين الأب أو الأم والابن، بالعكس العلاقة دي بتبقى مبنية على خوف. لا والأسوأ كمان إنها ممكن تخلي الطفل يبعد عن أهله وما يحاولش يقرب منهم تاني نفسيا وجسديا وعقليا. طيب قصة وليد أو أي حد بيعيش التجربة دي نحل مشكلته إزاي؟ أول حاجة محتاجين نفهمها ونعرفها كويس جدا هي إن التربية بالرحمة مش بالعنف. الكلمة الطيبة أو الحنينة مع أي طفل بتغير حياته أحسن من 100 قلم. حاول تحتوي طفلك أو ابنك وتحضنه وتقول له كلام يشجعه ويدعمه، وهتكون له سند أكتر ما تكون سجانه. وارد وطبيعي جدا إن هو يغلط، بدل ما تعنفه علمه بهدوء وافتكر إن أنت في وقت من الأوقات غلطت وفي غيرك علمك. كمان حاجة مهمة، الرحمة عمرها ما كانت ضعف، الرحمة أعظم قوة. طيب خلاصة اللي اتكلمنا فيه ده كله إيه؟ القسوة عمرها ما هتخلي ابنك قوي، بالعكس ده هتخليه ضعيف ومهزوز الشخصية جدا. ورسالة بقولها لكم، ارحموا أطفالكم وعيالكم، لأن كل كلمة وكل تصرف بيحصل منك معاه هو بيكون وبيبني شخصيته وبيأثر معاه على المدى البعيد، وبيفضل دايما فاكره وشايفه وبيعيش بيه طول حياته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلصنا حلقة النهاردة ويا رب تكون رسالة الحلقة وصلت لناس كتير جدا بتتعرض لقسوة. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتنضم للعيلة الجديدة. سلام.